السلام عليكم اصدقائي، اهلا بكم في فيديو جديد. في البدايه شكرا من كل قلبي على كميه الدعم المستمر والتعليقات الايجابيه اللي مخليانا مكملين لحد دلوقتي، لاني مهما اقول مش هوفيكم حقكم. يا رب افضل عند حسن ظنكم على طول. جمهوري العزيز بحبكم من كل قلبي. ما تنساش قبل ما تبدا الفيديو تعمل لايك وسبسكرايب للقناه، واهم من كل ده تصلي على النبي. بعد اصدار الحكم الثاني لعزل مرتضى منصور قامت الدنيا وما قعدتش، وطلع الاستاذ وجدي زين الدين رئيس تحرير جريده الوفد بتصريحات في قمه الخطوره على قناه نادي الزمالك. من وجهه نظره هو بيحاول يساعد مرتضى منصور ويطبل له ايا كانت النتيجه، فكان لازم ناخد الفيديوهات ونرد عليه بسرعه، لان انا اتوقع ان الفيديوهات دي مش هتستمر على قناه نادي الزمالك وهتتشال قريب. فيلا بينا نشوف هو قال ايه. بص يا كابتن، عايز اقول لحضرتك حاجه. ما يحدث الان بنادي الزمالك بكل المقاييس هو كارثه حقيقيه على مستوى الرياضه المصريه. مفيش نادي في مصر بيتعرض لكل هذه الضغوط وكل هذه المشاعر التي تحدث ضد نادي الزمالك. ورغم ذلك نادي الزمالك بيحقق انجازات في ظل هذه الظروف والضغوط البشعه. الحقيقه كل هذه الظروف البشعه التي يتعرض لها نادي الزمالك، خاصه ما يتعرض له رئيسه المستشار مرتضى منصور، لو اي نادي اخر كان زمانه سقط في الهاويه. طبعا هو هنا بيخلط بين نادي الزمالك والاحداث اللي بتحصل لمرتضى منصور، عاوز يدافع عن مرتضى منصور فيقوم يخلط نادي الزمالك في الموضوع. طبعا نادي الزمالك مش طرف، كل مشكلته ان مرتضى منصور المحكمه اصدرت عليه حكم بالعزل. طيب نادي الزمالك ماله؟ محدش يعرف. هو بيحاول يدمج الدنيا ببعضها عشان يوضح للمشاهد ان نادي الزمالك بيتحارب من الدوله. اللي انا بستغرب له والسؤال اللي بيطرح نفسه دايما، احنا الدوله المصريه في ظل الانجازات العظيمه التي تقودها مصر حاليا في كافه المجالات، ومن بينها ما يتم تحقيقه على ارض الواقع في نادي الزمالك، نجد ان هناك الامور فيها مساله عكسيه. الدوله المصريه تقوم بانجازات ضخمه في كل المجالات. بنجد على مستوى الرياضه المصريه بنجد نادي الزمالك يكاد يكون النادي الوحيد اللي بيحقق انجازات ضخمه جدا وواسعه في مدد زمنيه وجيزه جدا جدا. طبعا هنا هو طرح موضوعين، الموضوع الاول خلط فيه بين الدوله المصريه والانجازات اللي بتحصل في الدوله المصريه وبين الانجازات اللي بتحصل في نادي الزمالك، وانا هرد عليه رد واضح وصريح. هي ايه الانجازات اللي بتحصل في نادي الزمالك؟ طب وايه سبب الخلط بين الانجازات بتاعت الدوله المصريه واللي بيحصل في نادي الزمالك؟ مفيش اي خلط. طب انت ليه بتدمج الدنيا ببعضها؟ عشان تتوه المشاهد؟ طيب احنا عارفين انك عاوز تتوه المشاهد. تاني نقطه، انت بتقول ان نادي الزمالك هو النادي الوحيد اللي بيحقق انجازات ضخمه جدا. ممكن حضرتك تذكر لنا اي انجاز ضخم نادي الزمالك الوحيد اللي بيحققه؟ مش هتذكر؟ مفيش؟ طب ايه فايده المعلومه؟ ولا حاجه؟ حشو يعني. طيب يلا نكمل. السؤال، لماذا يتعرض نادي الزمالك لكل هذه المؤامرات البشعه؟ ده سؤال دايما انا بسال نفسي ليه. لماذا يتعرض نادي الزمالك لكل هذه المهازل؟ السؤال الثاني، لماذا يتعرض المستشار مرتضى منصور تحديدا لكل هذه الضغوطات العنيفه التي لا يتحملها اي بشر على الاطلاق؟ طيب هل الرجل في ظل ما يقوم به من انجازات ضخمه بكل هذه المقاييس والمعايير، هل ده جزاؤه يتعرض لكل هذه الضغوطات؟ ايوه، ونفسك قالت لك ايه يا فندم؟ لما سالتها السؤال ده نفسك قالت لك ايه؟ قالت لك يا نفسي توبي عن العصيان، صح؟ مستمره معانا الفتره الكوميديه، كل ما ضيف يجي جديد برضه كوميدي. ما تفهمش هو السكريبت اللي مكتوب ده محمد هنيدي اللي كاتبه ولا مين؟ طب بعيدا عن التهريج، السؤال ده خليك فاكر ان هو هيتردد معانا كتير في الفيديو، سؤال بدون اجابه بس هيتردد كتير عشان ياكد لك ان ده سكريبت مكتوب. بيقول لك بقى السؤال الثاني، لماذا يتعرض مرتضى منصور لكل هذه الضغوطات العنيفه؟ ايه هي الضغوطات يا فندم؟ اولا انه اتسجن. طب اتسجن علشان شتم الناس. ايوه بس ليه اتسجن برضه؟ ايوه حضرتك بقول لك اتسجن علشان شتم الكابتن محمود الخطيب وشتم ناس تقيله في البلد. لا مش مهم، المهم برضه هو اتسجن ليه؟ ده انت مش عاوز تفهم. طيب براحتك. حضرتك شفت نادي تاني، اي نادي رئيسه تعرض لمثل كل هذه الضغوطات؟ مره حبس، مره عزل، مره تجميد، مره مش عارف ايه. ده منطق فيه اعوجاج. المنطق المعوج ده انا الاوان لتصحيحه. احنا عايزين نشوف نادي الزمالك ماذا حدث له الان وماذا حدث له من قبل ان يتولى المسؤوليه المستشار مرتضى منصور. لا ركز معايا كده وفوق وركز. هو قال ايه؟ قال لك اشمعنى مرتضى منصور هو اللي بيتسجن وهو اللي بيتعزل؟ قال لك منطق فيه اعوجاج. معلش يا كابتن بس فهمني، الموقف اللي فيه اعوجاج ده جاي من مين؟ يعني مين اللي صدر الحكم بسجن مرتضى منصور؟ مين اللي صدر الحكم بعزل مرتضى منصور؟ مين اللي صدر الحكم ده؟ انا؟ لا ده القضاء المصري. اذا القضاء المصري فيه اعوجاج؟ انت قصدك تقول كده؟ تبقى كارثه لو قصدك تقول كده. طب خلينا اكمل معاك عشان اشوف نيتك. عندما تتم انجازات عظيمه ورائعه داخل نادي الزمالك، نجد هناك ضغوط عنيفه على النادي بشكل لا يطاق، لا يتحمله بشر على الاطلاق. ماذا فعل مرتضى منصور حتى يتعرض لكل هذه المهازل؟ انا بسال سؤال، ده سؤال مهم جدا يعني. ماذا فعل؟ فعل ان هو طور النادي حقق انجازات، حقق بطولات. لا، اجابه حضرتك غلط. مرتضى منصور ما اتحكمش عليه بالسجن وبالعزل عشان حقق انجازات وحقق بطولات. بعيدا يعني ان مفيش انجازات ولا في بطولات وده هبد من عندك وتطبيل لمرتضى. انا اقول لك بقى مرتضى منصور اتسجن ليه؟ مع اني جاوبتك من شويه بس هعيد لك تاني يمكن انت ما سمعتش. مرتضى منصور اتسجن علشان شتم رموز كبيره في البلد، ادي اول نقطه. مرتضى منصور اتعزل عشان عنده مشاكل مع كل اعضاء نادي الزمالك والناس رفعت عليه قضيه وكسبوها. يبقى مين اللي عنده حق؟ مرتضى ولا الناس اللي كسبت القضيه؟ الناس اللي كسبت القضيه. اما انت ليه بتقول كده؟ انت بتطبل لمرتضى. طب ما انتش خايف على نفسك؟ لا انت بايعها خالص، شكلها اول مره واخر مره اصلا تطلع القناه. الاجابه على السؤال ده مهمه جدا. هل كل
من يقوم بانجاز حقيقي يخدم الدوله الوطنيه المصريه، وكل من يقوم باعمال تضاف الى انجازات الدوله المصريه يتعرض بكل هذه الضغوط؟ انا بسال سؤال وعايز اجابه. يعني نبطل الناس تبطل تشتغل وتبقى كويسه، ولا ايه الحكايه؟ كالعاده بيكرر كلامه، لكن جاب لنا حته جديده وقال لك انجازات مرتضى منصور في الدوله المصريه. ممكن تقول لي انجاز واحد عمله مرتضى منصور انضاف للدوله المصريه؟ ليه بتحشر الدوله المصريه في الكلام؟ ليه عاوز تجيب واسطه لمرتضى باي طريقه؟ ليه عاوز تلاقي له اي مخرج تخرجه بيه من المأزق اللي هو بقى فيه؟ انت بتاكل بعقولنا حلاوه؟ يعني الناس اللي بتتفرج عليك دول مثلا ما عندهمش عقل خالص يميزوا اللي انت بتقوله؟ ده انا متاكد بعد كلامك ده جمهور نادي الزمالك نفسه هو اللي يطلع يهاجمه. هنعمل مقارنه سريعه نادي الزمالك والانجازات اللي تحققت فيه باي نادي اخر، مش هنلاقي الانجازات اللي تمت على ارض نادي الزمالك. مش هقعد اعدد لان هي معروفه للجميع وتم الحديث عنها كثيرا وكثيرا، لكن انا بسال السؤال برضه. قال لك الانجازات معروفه للجميع وتم الحديث عنها كثيرا وكثيرا. طيب معلش والنبي ريح لي قلبي وقول لي انجاز واحد. والله يعني طمن لي قلبي بس، قول لي انجاز واحد بس. مفيش؟ طب طمن لي قلبي، يعني انا مش صعبان عليك؟ طيب خلاص مش هزنقك، يلا كمل. لكن انا بسال السؤال برضه، لماذا يتعرض نادي الزمالك لكل هذه المؤامرات؟ دعنا من المستشار مرتضى منصور. مش قلت لك هيقعد يكرر؟ ايه فايده التكرار ده بقى؟ ولا حاجه. حشو وخلاص. الحقيقه انا شايف ان في ظلم بين وواضح وخطير جدا على نادي الزمالك. يعني انا مش هعلق على احكام قضائيه، لاني مش من حق اي بني ادم طبعا لا يعلق بالايجاب او بالسلب على حكم قضائي، وانا راجل اصلا يعني بشتغل سياسه اكتر من رياضه، فما ينفعش ان انا اتكلم في الموضوع ده على الاطلاق. يعني واضح انك راجل فاهم وشغال في السياسه فعلا. اسمع بس واستمتع باللي هو بيقوله. قال لك في ظلم بين على نادي الزمالك وعلى مرتضى منصور، وبعدين قال لك ايه؟ انا مش هعلق على احكام القضاء. امال حضرتك ظلم بين دي تعليق على ايه؟ تعليق على مرتضى منصور، على الظلم اللي وقع عليه. طب منين انت بتعلق بتقول ان هو اتظلم، ومنين بتقول ان انا مش هعلق على احكام القضاء؟ انت بتضحك علينا. هو انت بتقول ايه؟ هو ده رئيس التحرير لجريده الوفد بجد؟ عقليته كده وبيفكر كده؟ دي كارثه. وبالتالي يعني النهارده الحكم اللي صدر النهارده مفيش تعليق. انا مش هعلق. هو ده اللي انا كنت عايز اتكلم فيه. هل ينفع انا مش بعلق بس الناس بتسال في الشارع، مش يعني هقول جماهير الزمالك او محبي النادي الزمالك او المنتسبين لنادي الزمالك بيسالوا سؤال مهم جدا. تاني مره يعلق على حكم القضاء. المره الاولانيه لبسها فالمذيع قال له خلي بالك من اللي انت قلته، فالمره دي بقى هيلبسها في مين يا حول الله؟ يلبسها في الجمهور. يقول لك الجمهور في الشارع بيسال، الجمهور ولا سال ولا عمره هيسال. انت اللي طالع تدافع عن مرتضى منصور بكل الطرق، لدرجه انك هتلبس الجمهور الغلبان في الليله وتقول لك الجمهور بيعلق على احكام القضاء. الجمهور ما علقش، انت اللي بتعلق. الزمالك في الفتره اللي جايه دي عنده يعني في لقاءات مهمه جايه في الفتره اللي جايه، لقاءات مهمه. هل ينفع النهارده كان يبقى الحكم بهذا الشكل؟ طيب نفوس اللعيبه هتبقى ايه؟ نظامها ايه؟ المفروض يعني الحاجات دي كلها دي مسائل كارثيه. ورغم ذلك بنجد ان في حاله صمود وحاله تحدي قويه جدا جدا داخل مجلس اداره نادي الزمالك برئاسه المستشار مرتضى منصور، وعند الاجهزه الفنيه وعند اللاعبين والى اخره. طبعا هو هنا اتكلم في مشكلتين بالنسبه لي، الاثنين كوارث. الكارثه الاولى ان هو بيقول لك الحكم صدر ليه في الوقت ده ونادي الزمالك عنده مباريات مهمه. مباريات مهمه ايه؟ ده كره القدم كلها على بعضها لعبه ترفيهيه. ده راجل محكوم عليه بالعزل، حكم قضائي. تقول لي رياضه وتقول لي كوره وتقول لي لعيبه ونفسيه اللعيبه. نفسيه لعيبه ايه يا عم وكلام فاضي؟ ايه اللي انت بتقوله؟ عاوز تفهمني ان القاضي اللي ما بيشوفش الوان ولا ابيض ولا احمر ولا بيشوف اسم ولا بيشوف ده مين ولا ابن مين، هي دي شغلانته؟ لا، عنده جلسه وحكم على مرتضى منصور. معلش هنأجل الحكم شويه عشان نادي الزمالك عنده مباراه. نادي الزمالك مين يا عم ومباراه مين وكوره مين اللي بتتكلم عليها؟ ده قاضي، دي محكمه، ده اهم كيان في اي دوله. انت ايه اللي بتقوله ده؟ تاني حاجه بيقول لك حاله صمود وحاله تحدي. تحدي ضد مين؟ يعني مرتضى منصور والجماعه اللي حواليه في حاله صمود وتحدي ضد مين؟ ضد مصر؟ ضد المحكمه؟ ضد القضاء؟ ده تبقى كارثه لو اللي انت بتقوله ده هيتسكت عليه. تبقى مشكله. ده انت لازم تتحاكم انت والناس اللي قاعده حواليك دي على الكلام اللي انتوا بتقولوه ده. لكن ده ما كانش وقته خالص على الاطلاق. يعني دي مساله انا مش بعطل وما ينفعش ان انا اعقب على احكام قضاء على الاطلاق، ولا حد. انا فاهم ده تماما. لا مدح ولا خالص، ما ينفعش. لا ما تقلقش انت ما تعقبش. انا طلعت عقاب ووديتك في داهيه، ما تقلقش. وبالتالي انا بس سؤال مهم جدا، التوقيت ده توقيت صعب جدا. ايه المقصود منه؟ اخرته ايه يعني؟ هل احنا في ظل الجمهوريه الجديده والدوله المصريه اللي محققته من انجازات ضخمه على الارض في كل المشروعات ليه بيحصل ده؟ واشمعنى نادي الزمالك تحديدا؟ ما هو ده برضه علامه استفهام كبيره، انا عايز اجابه ليها. لماذا نادي الزمالك على وجه التحديد بيحصل فيه الكلام ده كله؟ ليه؟ ولماذا الرجل الذي يقوم بانجازات حقيقيه على الارض يتعرض لكل هذه الضغوط؟ ده سؤال مهم جدا. لا خلي بالك، انا مش مكرر الفيديو ده، هو عمال يردد نفس السكريبت ده، هو عمال يردد بجد والله. انا مش مكرر الفيديو، فعلق انت بقى عليه. انا مش هعلق، انا علقت قبل كده. واللي عامله القلق والوش اللي نادي الزمالك بيتعرض ليه، هو ما فيش معارضه على فكره، ده هي عباره عن يعني افراد لا يتعدوا اصابع اليدين، يعني مش هيزيدوا عن 10
شله صغيره. حلوه كلمه شله دي. العدد القليل ده هي دي المأساة الحقيقية اللي قلب الكيان كله بهذا الشكل. ناس كان لها مطمع ان تفوز في انتخابات فبتلجأ لقضية تانية للقضايا والمحاكم، وللأسف الشديد دي كارثة في حد ذاتها. بمعنى ايه؟ ومجلس الإدارة او الملاحقة بالقضايا بهذا الشكل، ده معناه ايه بقى؟ معناه ان دول من وجهة نظري الشخصية دول خطر على الأمن القومي المصري. طبعا هو قصده هنا بالناس وبالمعارضة ممدوح عباس واحمد سليمان والجماعة اللي ضد مرتضى في نادي الزمالك، بيقول عليهم معارضة وبيقول ان هم سبب تخريب نادي الزمالك. طب حضرتك ما سالتش نفسك سؤال، هي الناس دي لو على باطل ما كانوش كسبوا القضايا ضد مرتضى؟ يعني انا بسال نفسي سؤال منطقي خالص اهو، الناس دي لو على باطل هيكسبوا القضايا ازاي ضد مرتضى؟ ما هم اكيد على حق، طالع تدافع عن الباطل وسايب الحق، فلازم اطلع انا ارد عليك. يعني الناس اللي بتدافع عن حقها وطلعت بكل احترام وادب وراحت رفعت قضايا وخدت الموضوع في طريق قانوني، دولت بيمثلوا خطر وعلى الامن القومي، وانت اللي طلع تطبل لمرتضى وهو اصلا محكوم عليه، والقرار اللي بتطلع تطبل لمرتضى وعارفين ان هو اصلا مدان ما بيمثلوش خطر على الامن القومي. طب تعالى وانا اوريك مين اللي بيمثل خطر على الامن القومي. الحاجه دي انا عايز كمان بوجهها لجمهور نادي الزمالك من المنبر العظيم بتاع حضرتك ده. جمهور عريق في مصر كلها والوطن العربي والى اخره، دول المفروض يبقى لهم دور، المفروض هم دول اللي يتصدوا المساله دي لوقت فتنه، دول بيصنعوا فتنه في البلد. لما يلاحقوا رئيس النادي المستشار مرتضى منصور بهذا الكم من القضايا عشان هم لهم مصلحه وهم فشلوا في الانتخابات وعارفين ان حجمهم قليل جدا جدا، يبقى من الاهميه القصوى ان الجمهور نفسه بيتصدى. شفت بقى مين اللي بيحرض الجمهور ومين اللي بيعمل فتنه بين الجمهور وبعضه؟ تحريض واضح بالعنف ضد اشخاص معينين لصالح مرتضى منصور. جبت حاجه من عندي؟ ده ادعاء من عندي ولا كلام على قناه نادي الزمالك من رئيس تحرير جريده الوفد؟ اعتراف واضح منه وصريح وتحريض واضح منه وصريح. اظن الموضوع مش محتاج تبرير اكتر من كده ولا توضيح مني اكتر من كده. الراجل طالع يحرض جمهور نادي الزمالك المحترم انه يتعامل بعنف ويهاجم كل من يطالب بحقه من مرتضى منصور. اظن كميه الفيديوهات اللي انا جبتها لك دي كارثه ان هي تبقى موجوده، وكارثه ان هي على قناه نادي الزمالك. وزي ما بقول في كل فيديو، الناس دي ما بتمثلش غير نفسها وبتمثل مرتضى منصور، ولا بتمثل نادي الزمالك، ولا بتمثل جمهور نادي الزمالك اللي ما بينساقش ورا الناس دي. انا كده خلصت اللي عندي، ما تنساش بقى تعمل لايك وسبسكرايب للقناه علشان في فيديوهات جايه كتير. سلام.